في الفيديو الخامس من سلسلة تعليم الكمان هعلمك ازاي تمسك الكمانجة بتاعتك بشكل مظبوط. المسكة بتاعت الكمان بتبقى محيرة شوية، مش بس بالنسبة للمبتدئين، كمان بالنسبة اللي ابتدوا فيها بس لسه ما ارتاحوش في المسكة بتاعتها. بس الاول يا ريت لو سمحت تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتدوس على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول، وما تنساش تدخل تشوف البلاي ليست بتاعتنا عشان تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت. مسكة الكمان مش صعبة، بس فيها شوية حاجات لازم تاخد بالك منها عشان ترتاح في المسكة بتاعتها، فبالتالي تتفرغ للعزف والتمرين وكده. فتعال نشوف هعلمك ازاي تمسك الكمانجة، ازاي تحرك ايدك الشمال في 5 خطوات سهلة وبسيطة. تعالوا نبدأ مع بعض. لازم تبقى فاهم ان الكمان بتاعتك الجزء البارز ده بيسند على كتفك هنا، ان الحتة دي بالظبط. يعني اول خطوة هتعملها تبدأ تحط الجزء ده البارز ده على الكتف هنا وترفع له كتفك شوية كده. يبقى دي اول خطوة، ان انا هحط الجزء ده على كتفي على الحتة دي كده اهو. بعض الطلبة في البداية الكمانجة بتسرح منهم فبتنزل تحت كده، يا اما بتلاقيهم عاملين كده اهو. دي كده على الصدر، الكمانجة بتاعتي مش بترتاح على صدري، لا هي بترتاح على الكتف بتاعي، فبتبقى بالشكل ده. دي اول خطوة محتاج ان انا اعملها، وما دخلش ما دخلش الكمانجة في رقبتي قوي علشان ما توجعليش الحتة دي. لا هي مش محتاجة تدخل في رقبتي هنا، هي محتاجة تبقى بعيدة كده، بس الجزء ده هو اللي مرتاح على كتفي. دي اول خطوة. الجزء الاسود اللي انتوا شايفينه ده اسمه الدقانة، وظيفته الاساسية جاية من اسمه، ان انا بريح دقني عليه. بعد ما احط الكمانجة على كتفي هبدأ احط دقني على الدقانة ديت او التشين هولدر لو انت بتحب يعني تتعود وكده. واللي بحاول اعمله ان انا اعمل بالانس ما بين كتفي اللي مرفوع كده عشان يسند الكمانجة من تحت، ودقني اللي نازلة كده عشان تسند الكمانجة من فوق. فبالتالي ساعتها انا اقدر اتحكم في الكمانجة بشكل يريحني، ايدي الشمال تبقى حرة تروح وتيجي على الكمان براحتها. للاسف بقى بعض الطلبة لما بتتلهي في القوس والعزف وكده بتبدأ تعمل حاجات غريبة، لدرجة ان خدها بيتزحلق يبقى هو اللي نايم على الكمانجة، فبلاقي الوضع ده كده، وده طبعا مش صح. لو كان المفروض اسند على دي بخدي كانوا هيسموها الخدادة مثلا. خدادة. انت كده عملت معايا خطوتين. الخطوة الاولى انك ريحت الجزء ده على كتفك، وبعدين الخطوة التانية انك قفلت على الكمان بدقنك. تعال نشوف الدراع اليمين هيبقى عامل ازاي. الدراع اليمين المفروض يعمل شكل المثلث اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي. دي افضل طريقة اقدر اخلي الكمان بتاعي مظبوط في ايديا، ان الحتة دي بقى مش عايز اشوف كده، ولا دي تكون راجعة كده ولا كده، لا هي عاملة مثلث كده مع الكمان ذات نفسه. يبقى 3 خطوات: احط الكمانجة على كتفي، اسندها بدقني، وبعدين ابدا اخلي شكل ايدي دراعي ياخد المثلث ده. خد بالك ليه بنقول المثلث ده او شكل المثلث ده مهم؟ لانه ده هيأثر على شكل صوابعي على الفينجر بورد بعد كده. يبقى لو عملت الشكل ده مظبوط هلاقي صوابعي هنا قادره تتحط بالشكل المناسب. ودي الخطوه اللي جايه على طول، ازاي نحط الايد الشمال على الفينجر بورد. الايد الشمال مش وظيفتها خالص ان هي تسند الكمانجة، لان لو ده اللي حصل هتلاقي الايد الشمال متأيدة ومش بتتحرك، ملتزمة بحتة واحدة خالص. الايد الشمال وظيفتها ان هي بتتحرك على الفينجر بورد. امال ايه اللي بيسند الكمان؟ اللي بيسند الكمان البالانس اللي قلنا عليه ما بين كتفي وما بين دقني. يبقى انا ماسك الكمان كده، مش محتاج ان انا احط او اسند الكمانجة بايدي الشمال. ايدي الشمال الحتة دي، شايف المسدس ده؟ هحطه هنا عند اول الراس بتاعت اول الرقبة بتاعت الكمان، هسند بالشكل ده كده، وبعدين هوزع صوابعي على الاوتار بحيث ان كل صوبع يبقى طايل الفينجر بورد. مش هعمل كده عشان كده الصوبع ده مش هيوصل، لا انا بعمل كده اهو. يبقى تاني هحط الكمان هنا كده ما بين الصوبعين دول، السبابة والابهام، وبعدين هفرد صوابعي بحيث ان كل صوابعي تقدر توصل للاوتار بتاعتها على الفينجر بورد عشان تتحرك براحتها. وده الشكل اللي انا هحرك بيه ايدي الشمال على الفينجر بورد بتاعتي. اخر حاجة محتاج اتكلم فيها، هل العب وانا واقف ولا العب وانا قاعد؟
ده براحتك جدا، ده ما بيفرقش في العزف باي شكل من الاشكال. بس انا بحب انك انت تكون متعود على ده وده، يعني تقدر تعزف وانت قاعد، دي الطريقه المفضله بالنسبه لي عموما، وتقدر برضو تلعب وانت واقف عادي جدا. الازمه اللي بتحصل ان مثلا يكون واحد متعود دايما ان هو يتمرن وهو قاعد، وبعدين فجاه يقولوا له العب وانت واقف، ساعتها بتحصل ازمه. لا، انا عايزك تكون قادر تعمل الاثنين، اتمرن شويه وانت قاعد وشويه وانت واقف، الاثنين ما بيأثروش على العزف تماما، ده زي ده مفيش اي فرق ما بينهم. لو عرفت ازاي تمسك القوس في الفيديو اللي فات، ودلوقتي عرفت ازاي تمسك الكمانجه وتحرك ايدك الشمال عليها، كده فاضل لك بس ان انت تظبط الكمانجه معايا. وده الدرس اللي احنا هنتعلمه في الفيديو اللي جاي، ازاي نظبط الاوتار بتاعه الكمانجه مع بعض. وبعدين هنبدا ناخد عليها الحان سهله كده وبسيطه في البدايه، نمشي ايدينا على حتى اول وترين اللي فوق. بس الاول نتعلم ازاي نظبط الاوتار مع بعض ان شاء الله، بس في الفيديو اللي جاي.